معرفش حضراتكم اطلعتوا على عقود باللغه الانجليزيه ولا لا، بس في عقود كتير مكتوبه باللغه الانجليزيه. اساتذه الجامعه اللي بيدرسوا اللغه الانجليزيه والادب الانجليزي بيقفوا قدام العقد مش فاهمين حاجه. مش بس كده، ده النيتيف سبيكرز اوف انجلش كمان ما بيبقوش فاهمين حاجه. ليه؟ لان الليجل انجلش بيتكتب بطريقه مختلفه تماما عن اللغه الانجليزيه العاديه. فلما بتكلم على ان الترانسليتر لازم يكون عنده معرفه لغويه، احنا مش بنتكلم على معرفه لغويه زيه زي الناس العاديه، ده المعرفه اللغويه القانونيه، يعني اللغه القانونيه عشان يقدر يفسر النص صح. بمنتهى البساطه خلينا ناخد اكزامبل كده بسيط. لو انا دلوقتي قلت اوكي عقد بين بايع ومشتري، فبقول the buyer shall do so and so، ده معناه ايه؟ يس يجوز لي. اوكي، انهي باير؟ انهي مشتري؟ انهي باير بقى؟ the buyer shall do so and so. مين الباير ده؟ اوكي، هل هتفرق ان انا كتبت باير كابيتال بي اور سمول بي؟ هتفرق عندي لان باير with a capital B في الابر كيس معناها المشتري اللي هو احد اطراف العقد. لو هي باير with a small b احنا بنتكلم على اي مشتري اخر. الاثر القانوني راح فين؟ سافر بقى، راح في كوكب اخر. لما بنتكلم على shall هي obligation يا فندم، هي مش معناها permission. obligation يعني هو ملزم بيه. يعني ايه ملزم بيه؟ يعني لو ما عملش الالتزام اللي عليه ده هيكون في ايه؟ هيكون في غرامه، هيكون في consequences legal consequences. تمام؟ فبالتالي انا كمترجم قانوني محتاج ان انا اقدر يبقى معايا التولز بتاعتي اللي تخليني، احنا بنتكلم في ابسط قواعد الصياغه القانونيه. الموضوع بيكبر معانا حاجات كتيره قوي. اوكي؟ زي ما الديفينيشن موجود كده legal translation is the field of translation where we translate legal documents and material. احنا بنترجم مستندات قانونية from one language to another respecting the meaning. بنراعي المعنى والأثر القانوني of the source text. أنا مش دعوة بأي حاجة ثانية. source text بيقول إيه؟ أوكي؟ طيب